نصيحة، ويا رب يا رب تسمعوني وانا بقولها. عودي الاخوات ان هم يبقوا كبار لبعض. يعني ايه كبار لبعض؟ يعني اخويا الصغير او الاخ الصغير لما يجي يطلب طلب وانتي رفضتيه، وراح للاخ الكبير وقال له بالله عليك كلم ماما لان ماما مش موافقه وانا نفسي مثلا اعمل الحاجه الفلانيه. لو انت شايفه ان الحاجه دي مش غلط والاخ الكبير جه طلب منك وقال لك سيبيه، سيبيه. خليه يعرف ان اخوه الكبير ليه قيمه في حياته، ليه لازمه في حياته. ان اخوه الكبير ده، ان انا لما هقع في مشكله او هيحصل لي اي موقف انا عندي اخ كبير اقف جنبه. خليهم قريبين من بعض. وفي نفس الوقت الاخ الكبير هيعرف ان هو ليه شخصيه في البيت، ليه قيمه في البيت. هيبتدوا ان هم يقربوا لبعض. لما الكبير هيقف جنب الصغير هيفضل حاسس ان هو كبير في البيت. ولما الصغير هيعرف ان اخوه الكبير هيقف جنبه هيعرفوا ان هم قريبين قوي من بعض. انما انت لو انت الاخ الكبير جيتي كلمك وجي قال لك مثلا ماما سيبيه، مالكش دعوه، انت مالكش فيه، انت مش فاهم حاجه، هيبتدي ان هو يبعد عن البيت. البيت ده هيبقى انا بدخل البيت كده طالما انت مش عامله لي قيمه خلاص انا مفيش مشاكل، انا ماليش دعوه. هيجي اخوه الصغير عارف ان اخويا الكبير ملهوش لازمه، بعدوا الاخوات عن بعض. وهيكون مين السبب؟ الاب والام. انما انا لو عملت للاخ الكبير قيمه في البيت هيعرف ان الصغير كبيره هيقف جنبه. ما احنا مش دايمين، احنا مش دايمين لعيالنا، احنا لازم عيالنا يبقوا ايد واحده. وده بايد مين؟ بايدنا احنا، بتربيتنا احنا. وفي نفس الوقت لو الاخ الكبير طلب حاجه من الاخ الصغير ما تجيش تقول له قوم انت اخوك مش قادر، لا. خلي الاخ الصغير دايما واقف جنب اخوه الكبير عشان يعرف ان هما الاتنين ايد واحده. وما تجيش على الكبير عشان خاطر الصغير، وما تظلميش الصغير علشان خاطر الكبير. خليهم ايد واحده، خليهم هدف واحد. كده انت كسبتي اولادك، كده انت عملتي اسره ناجحه. ويا رب يا رب تسمعوا كلامي.